ازاي حصل تطور اقتصادي مختلف في السعوديه. مش موضوع بلد غنيه، او الموضوع ازاي انديه بقت غنيه وفن اداره الانديه. هم تفوقوا في ده طبعا. هم مقدمين الكوره بمفهومها الدولي. بيتعاملوا، انت بتحس نادي زي ليفربول، نادي زي اه مانشستر، زي برشلونه، زي ريال مدريد، ما عندهمش الافتكاسات بتاعتنا، ولا التصرفات الفرديه بتاعتنا، ولا الاجتهاد والفهلوه احنا الشو ده اللي بيحصل عندنا. لا، هم فيري بروفيشنال. هم تابعين للافكار الجديده الاداريه اللي من ضمنها العنوان الحوكمه الكرويه او الرياضيه. ودي بتبقى بنود ونقاط واضحه وصريحه مركبه. انديه عارفه تكون عندها شركات كوره بجد، انديه عارفه ازاي يكون عندها، اداره بقى. يتعاملوا ازاي بشكل مربح في الاخر. تقول لي هم اغنياء؟ لا، هم اغنياء باداراتهم. النغمات دي نغمات غير مقبوله، وانا اتخيل ان هم بينوا الفرق في الملعب، لان كواليتي اللعيب مختلف. بينوا الفرق في طبعا. الملعب، الديسيبلين مختلف، حتى المفاهيمهم روحهم. هم كانوا اقوى من الزمالك، لكن عجبني الزمالك، ودي ميزه، لان معاه مدير فني قوي ذكي مكار عبقري. عرف ازاي يدوب الفرق، انه يصطاد الفرقه تحت الهلال ويضيق مساحاته، ويعتمد بقى على عمليه انه يحرر اللعيبه اللي قدام. في حرر زيزو ازاي، شيكابالا كان بس مضغوط عليه ازاي، الجزيري، وازاي يعمل كاونتر اتاك او ازاي يهجم بحيث ان هو ما يسببش اي خلل دفاعي. هم اقوياء جدا اه هجوميا، فقدر ازاي يتعامل. وان كان خطا سبب جون في الزمالك، والزمالك عارف يرجع للمباراه، قاوموا كافحوا. انا بحب قوي المقاومه والكفاح في كره القدم. بس كره القدم مش كده، كره القدم مجتمع فنانين. لعيب الكوره فنان. ايوه. ده الراجل بيعمل لك شو لايف، مش راجل بيلعب كوره، مش راجل بيتخانق، ده راجل بيمثل فنيات كتير قوي في الكوره بالابداع اللحظي. ازاي تاخدها باكورد، ازاي تاخدها فيرست تايم، ازاي تشوط، ازاي تعمل ثرو باس. الابداع اللحظي ده اللي بيجي كل لعيب، ده هو ده قيمته، هو ده سعره، هو ده ميسي، هو ده محمد صلاح، هو ده كريستيانو. هي دي الاباطره، لان الابداع والخيال عندهم مختلف. واللي صنع ابو الخيال مارادونا. اه بالظبط. مارادونا صنع خيال العالم كله في لعبه الكوره. انت تقدر ترقص فرقه وتجيب جون، واو. انت تقدر تخلي العالم كله يسقف لك انت بس، واو. لا لا، مارادونا والذ تعبيراته لما لطش الكوره في ماتش يعني انجلترا والارجنتين، وشيلتون دخل عليه وراح لطش الكوره بايديه ودخلها، والناس الناس ما شافتهاش. قال لا، ما انتم مش هتشوفوها، دي ايد ربنا مش ايدي، هي ايد ربنا اللي دخلتها جوه. بص حتى في كلامه مليان خيال ومليان، بياخدك لمناطق تانية. مارادونا ده كان طبعا. طبعا بالنسبه لي من النماذج المرعبه في كلمه كره قدم. وانا شفته لايف في نابولي وهو بيلعب، كان بيشوط الكورنر في الجول، ما بيرفعش كورنر. لما يروح يشوط يلعب الكورنر كان بيشوط كان مبدع ذات فريق، هو ماتش. كان اه كان فريق فريق لوحده. لوحده. لا، هو كان حاله، وحاله بتخليك تتفرج عليه كأنك بتتفرج مثلا على فيلم جميل، على بطل. مثلا ايامنا احنا بنتفرج على كلانيت استود، تتفرج على حد سوبر ستار بيأدي ازاي، بيمثل ازاي. هو 90 دقيقة فن. ولعيب الكرة في العالم كله بقى كده، لازم يكون ليك شخصيتك اللي هي لحظات الفن بتاعتك. فأتمنى، فاحنا ما عندناش فنان غير صلاح، وده يفتح لك باب لمنتخب مصر. هل منتخب مصر قادر على انه يتطور على ايد المدرب الجديد؟ هل منتخب مصر قادر ان يقدم صورة مختلفة عن الفرقة اللي بتدافع بس وبتعتمد على صلاح في الملعب؟ هل المدير الفني الجديد قادر على تحديات كتيرة ما نقدرش نجزمها او لا، لكن هنقعد نتفرج ونحسبها. بس حضرتك ما عندكش اي، يعني مش شايف ان حاجه تتغير؟ يعني حضرتك هل في شايف لعيب كرة ايه؟ في مصر لا عامه ادالك كمنتخب فكرة ان هو يكون اضافة لمنتخب مصر، مثيرة منتجة مؤثرة؟ ولا كلهم بلالين لحد دلوقتي؟ محدش ادى حاجة. يظل المؤثر الاوحد محمد صلاح، حتى ايفن بالاتيتيود بتاعه اللي بيتعرض له والضغوط اللي بيتعرض لها. لكن هل عندك لعيب كورة تضمن ان هو يكون مؤثر في منتخب مصر؟ ما تضمنش. يعني عملية صعبة جدا. فمنتخب مصر مازال يعاني، مش يعاني من المدير الفني. احنا كل مرة يعني مشينا كيروش غلط. احنا لكن ما حدش قادر يفهم ان ما عنديش كواليتي. هو ده امكانياتهم، قدراتهم. منطقه نص الملعب بتاعتك هي دي قدراتها امكانياتها، منطقه الهجوم هي دي قدراتها امكانياتها. في كل واحد بنقعد نقول منتخب مصر يدافع وبيلعب بس على صلاح. حبيبي،
ده المتاح، الامكانيات المتاحه. فاتمنى ان يحصل شيء من التطور طبعا مع المدير الفني الجديد، ويلاقي بعض العناصر اللي تدي قوه، تدي تاثير مساند لمحمد صلاح. لان زي ما انتم شايفين صلاح في ليفربول لما ماني مشي، الناس تقول يعني درجات تاثير ماني مشي، طب يعني ايه المشكله؟ طب لا، هو ماني كان عامل حمل على اي دفاع في مدي سهوله لصلاح. فالنهارده صلاح بقى بيتعرض لكل الاحمال الدفاعيه، التركيز الدفاعي بقى عليه. ما نقدرش ننكر ان اللعيبه التانيين سواء فيرمينيو سواء كلهم مؤثرين، ولعيبه ونونيز ومش عارف ايه كلهم اوكي، لكن الحمل الرئيسي اتشال من بخروج ماني، والتوازن بتاع صلاح اتهز، وابتدى النهارده وده مش عجباني يتجه ان هو يعمل اسيست كتير. هو واخد اعلى ريكورد اسيست، يا فرحتي. لكن انا كل اللي انا عايزه، انا حابب قوي ان صلاح يفضل مصدر تهديف، مصدر الهام تهديفي مستمر، دايما بيجيب جول. النهارده النقطه دي خفت ونطت عند واحد زي هالاند متوحش. يعني هالاند ما عايز كل لحظه جول، مش مهاري قوي لكن جسمه بتركيبته بالانطباع اللي سابه مش طبيعي، وحش قاتله يعني، حاجه قاتله يعني. ايه يا زياد تاني عندك انت وعبد الله؟ طبعا برضو لازم نبارك لحضرتك على بطولة الدوري طبعا، يعني اللي فاتت. عايز اسمع برضو اراء حضرتك كده في عامة، يعني شكل الزمالك السنة دي ايه سبب وقوع حضرتك شايف ايه سبب وقوع الاهلي؟ يعني حاجة صورة جنرال. لا، اولا هو موسم للزمالك خرافي، لان الزمالك كان وحش وابتدى وحش، وبعدين كمان استكملت بلعيبه كتير رفضت تكمل او تجدد، ولعيبه كتير اعلنت هجرها للفريق زي بن شرقي، ولعيبه ما قدرتش تكمل زي طارق حامد، ولعيبه اهتزت الافكار في دماغها زي ابو جبل. فلعيبه كتير طبعا سببت تاثير مباشر على الزمالك. بس هو ظهر وفريرا ده يعني تحس ان هو قصه اسطوريه، حاجه كده. باي لعيبه هكسب، باي اسماء هكسب. عمل اقنع اللعيبه ان هم لعيبه كبار، اقنع الناشئين ان هم مؤثرين، وده في عرفه عالم كرة القدم شيء مش اي حد يعمله، انك تكون مؤثر. ازاي تقنع بني ادم بامكانيات مش امكانياته، ازاي تقنع بني ادم بقدرات مش قدراته، وتخليه يلعب على الاساس ده ويعمل على الاساس ده. انتوا نفسكم في حياتكم كشباب لما بتيجوا تشتغلوا الاول بتقيم قدراتك وبتحس بنفسك، لكن لما يجي واحد يقول لك اوه انت تقدر تبقى زي جيمس كاميرون، وتقدر تعمل افاتار، وتقدر تعمل تايتانيك، وتقدر خيالك قدراتك، ويقنعك بكده ويسيب لك الامكانيات، واو، وينجح. صناعة البني ادم الناجح ده فن، لان ممكن واحد يحبطك، يجي يو ايه الكلام ده، وايه التصوير ده، وايه في ناس محبطة كده في الدنيا، وفي ناس ربنا يوقعكم في الناس اللي تديكوا طاقة ايجابية وتنور لكم طريقكم. فريرا نور طريق لعيبة وادى طاقة ايجابية للعيبة، عارف يكسب بيها الدوري.